عمال اقلب في السوشيال ميديا والناس كلها عمالة تتكلم. هو بيزيرا راجع ولا خلاص هرب؟ ما تيجي نعرف ايه الحكاية. المعسكر بدأ. هو فين بيزيرا؟ علشان نعرف فين بيزيرا نحاول نرجع كده لنهاية شهر 7 اللي فات. الزمالك بدأ إعداد الموسم الجديد، بيدور على لعيبته ولقى إن بعض اللعيبة مش موجودين وعلى راسهم خوان بيزيرا. طب فين بيزيرا يا جماعة؟ بدأ إن ينتشر في الميديا من مصادر جوه نادي الزمالك إن بيزيرا مش عايز يرجع علشان خاطر وكيله ليه بعض الفلوس، ونادي الزمالك صرح إن بيزيرا واخد فلوسه المتأخرة كاملة. خوان بيزيرا لما شاف كده قال ما بيديهاش بقى، احنا نقول الحقيقه فين، علشان ننشر على حسابه على الانستجرام رساله طويله الملخص بتاعها ان الزمالك اخل بالشرط اللي كان متفق معاه فيه في البدايه. بعد الزمالك ما اتفق مع بيزيرا ان هو خلاص هينضم للفريق، بيزيرا كان حاطط شرط واحد بس: لو جالي عقد من الخليج وتحديدا من الامارات انا هسيب الزمالك وهروح. وقال في الرساله بتاعته ان جاله عرض من الامارات وتحديدا من اهل دبي ب 4 مليون يورو، وكمان كان في مليون يورو بونص، يعني توتال الصفقه 5 مليون يورو. وقال ان الزمالك وصل له عرض رسمي بالكلام ده. الزمالك في البدايه نفى موضوع العرض وقال ان كل المشكله ان وكيله ليه بعض الفلوس وهياخدها، لكن بعدها بحوالي اسبوع نزلوا على الابلكيشن الزملكاوي ان بيزيرا فعلا جاله عرض رسمي بس ب 3 مليون مش ب 4 مليون، والرقم ده كان اقل بكتير من اللي الزمالك حطه. الرقم اللي الزمالك كان حاطه هو مش معلوم، ولكن بيقال من مصادر داخل نادي الزمالك ان هو كان 6 مليون يورو. عايز اقول لك ان الحكايه ما بين الزمالك وما بين بيزيرا مش حكايه فلوس وارقام، لان الزمالك سواء جاله 10 مليون يورو او حتى 15 مليون يورو من بيع بيزيرا فهو مش عايز يفرط فيه، لان الفلوس اللي هتجيله ديت الزمالك مش هيعرف يستفاد بيها باي شيء. وطبعا كلنا عارفين لان ده بسبب مشكله ايقاف القيد. الزمالك الموسم ده داخل على مدعكه حرفيا البطولات المحليه وكمان اقوى بطوله في القاره دوري ابطال افريقيا، فلو انا اتنزلت دلوقتي عن بيزيرا هجيب مين يعوضه؟ ولحد دلوقتي مفيش حلول بين الطرفين، وبيزيرا لحد دلوقتي ما رجعش للمعسكر بتاع الزمالك.